أذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. رباه سلم أهلها واحمِ المخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. يا أهل مصر الحبيبة، يا أبطال سيناء، يا أهل الصعيد، يا أهل الشهامة والمروءة والوفاء، كنا نجاهد معكم في حرب رمضان ضد أعداء الإنسانية من اليهود. أما تذكرون نحن إخوتكم في الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة. ألا تعلمون ما جرى علينا؟ هذه بيوتنا تدمر، وهذه أطفالنا تقتل أمام الناس. هذا هو العهد الذي بيننا وبينكم، هذا هو العهد الذي بيننا وبينكم. أهكذا ترضون؟ ألا تذكرون عهد الأخوة التي بيننا وبينكم؟ أما تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. أترضون أن يخرج أرجوزكم المهرج السفيه أحمد آدم ثم يقس على جراح أطفالنا ونسائنا؟ وين أهلك يا بنتي انتي؟ وين مات؟ وين مكان مات؟ منين طلعناك انتي؟ هذا الإصابة منين هاي؟ من القصر. انت كنت جوا طلعناك من جوا؟ مين مات؟ كم أخ لك مات؟ كم أخت؟ 3 خوات؟ ايش أسمائهم؟ نورة ومنى وعايشة. نورة ومنى وعايشة. وأمك ماتت؟ وكمان منو مات؟ عمتي. ايش اسمها عمتك؟ ايش بقى عمتك مصابة بالشيء؟ تعرج على أجرها؟ هي معاقة في الأصل؟ ماتت هون تحت الأنقاض؟ مين ضربه؟ بشار الأسد. أسمعتم؟ هذا هو السفيه التافه أحمد آدم يكذبنا. أنحن نقتل في هذه البلاد، في بلاد المسلمين، في بلادنا، ويخرج سفيهكم يسفهنا. هذا هو العهد الذي بيننا وبينكم. أترضون علينا ذلك؟ أين العهد الذي بيننا وبينكم؟ نحن لا نطلب منكم أبدا أن تناصرونا بالسلاح والعتاد والمال، بل نسألكم بالله أن تسكتوا هذا السفيه الذي يسخر منا ومن جراحنا وينقص على جراحنا ودمائنا. نحن في حلب الجريحة، في سوريا المدمرة، لا نعمل ولا نثق إلا بالله أنه تعالى هو ناصرنا الوحيد، أنه تعالى هو ناصرنا الوحيد. سننتصر سننتصر رغم الجراد المنتشر، رغم الجراح والأسى، رغم الرصاص المنهمر.